السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا من جديد على قناتي وقناتكم مطبخ فاتي 21. اليوم ان شاء الله بوصفه جديده وفيديو جديد. وكما كتشوفوا في بدايه الفيديو ان شاء الله غادي نشارك معكم هاد السفه اللي كتجي همويه، كتجي رائعه جدا، اللي كنرفقوا بها الاطباق ديالنا ولا كنقدموها بوحديتها. يعني كل واحد كيبقى له اختيار فوقاش سيقدمها ولا فوقاش كيبغي ياكلها ولا كيبغي يرافقها. وبلا ما نطول عليكم بزاف نمشي نشوفوا المقادير وكذلك طريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. انا احتاجيت هنايا 500 غرام ديال السميده، يعني انا درتها بالسميده كما شفتوا. يعني السميده بحال ديال الحرشه، ولكن هذه كتكون غليظه عليها شي شويه، ماشي غليظه بزاف، غليظه شي شويه كما كتشوفوا معايا بحال هكا. تندير عليها مليحه وتندير شويه ديال الزيت، تقريبا نص كاس هكاك ديال الزيت العاديه، وكنخلطها بحال هكا كما كتشوفوا بيديا. وغادي نديرها في الكسكاس وغادي نديرها تفور، يعني طريقه التفور بحال كنفوروا كسكسو بحال تماما، كنفوروها 3 ديال المرات. دابا غادي نديرها تفور، كتفور تقريبا واحد 10 دقائق صافي وكنحيدها. هنا بعد ما تفورت حيدتها، غادي نخويها بحال هكا كما كتشوفوا، وغادي ندير عليها، غادي نرشها بالماء ونطلقها كما غادي تشوفوا معايا، يعني نفس الطريقه اللي كنصاوب بها كسكسو تماما. وصافي كما كتشوفوا كنرشها هكا بالماء مزيان بحال هكا، تنخليها واحد شويه بين ما يتشرب ديك الماء، وكنطلقها بيدي ولا بديك الخلاط اليدوي اللي غادي تشوفوا معايا به بحال هكا. يعني حيتاش في الاول باش تدخلي يدك فيها كتكون كتكون سخونه، لهذا كنستعمل ديك الخلاط بحال هكا كما كتشوفوا، حتى هو كيطلقها مزيان، يعني كيساعدك بالمزيان. صافي انا درتها التفوره الثانيه، ودابا غادي نخويها هكا كما غادي تشوفوا معايا. يعني غنستمر بنفس الطريقه. انا كذلك غادي نزيد نرش الماء بحال هكا مزيان، ماشي مزيان يعني ندير بزاف، لا تقريبا غاديك الكاس بحال هكا كما كتشوفوا. عينك ميزانك، يعني كتشوفي السميده باقا كتشرب لك كتزيدي الماء، ماشي تشوفيها كتشرب لك كتبقاي تزيدي الماء حتى تعجل لك، لا. يعني عينك ميزانك. بحال دابا انا عندي هنا نص كيلو ديال السميده، ديك الكاس اللي شفتو يعني بحال درتو هو كامل وزدت عليه شويه في هاد التفويره، في كل تفويره فهمتي، يعني بحال هكا. دابا هنا دخلت يديا حيت بردات شي شويه، يعني كما شفتوا كيف كتجي السميده، يعني حبه لاصقه لختها تبارك الله ما شاء الله، يعني كتجي ناجحه 100%. غير خذوا نوعيه مزيانه، خذوا يعني نوعيه مزيانه ديال السميده، نوعيه جيده. صافي نبقى نستمر بحال هكا تنحلها بيديا بحال هكا كما كتشوفوا، بحال كنصوبوا كسكسو كما قلت لكم، وكنردوها طيب كتصور هكاك تقريبا 10 دقائق 8 دقائق صافي وكنحطوه. دابا هنا التصويره الاخرى كاع عندي هنا، كان عندي هنايا شويه ديال الزبيب تقريبا 100 غرام بحال هكاك، اللي متوفر عندكم في الدار. كان عندي مرطب من قبل، يعني كنت درته رطبته في الماء ومن بعد غسلته ودرته هو الاول دابا في الساح في الكسكاس، وعاد درت عليه كسكسو، درت عليه السميده الصفه يعني كما كتشوفوا، ودرت التصفيره الاخرى حتى هي. هنا خديت 2 كيسان ديال الحليب، ضفت عليهم تقريبا 2 معالق ديال الماء زهر ودرتهم مع البوطه يسخنوا. هنا من بعد ما تفورت لي السميده ديالي خويتها. هنا غادي نقص واحد الحبات ديال الزبيب باش غادي نزين ديك السفه كما شفتوا معايا، حيتاش يعني كانت مفوره هنايا ديك الزبيب تفور هنا، صافي نقص شي حبات باش غنزينها تزين وصافي. وهنا غادي نحل السميده ديالي بحال هكا بالخلاط كما كتشوفوا معايا، وغادي نجيب ديك الحليب بين ما نحلها بعدا هكا شويه مزيان، ماشي بزاف غير شويه نحلها هكا، ونجيب ديك الحليب نديرو. ديك الحليب راه عندي سخون، هاد الحليب منكه بالزهر تعطي واحد البنه، واحد البنه يعني زوينه بزاف لهاد السميده. اصلا السفه كتواتى مع الزهر ومع القرفه. ديك الحليب اللي درت راه كتشربوا السميده، ما تخافوش منه، يعني كتشرب ديك الحليب كامل. ندير داك الحليب ونخليها غير واحد شويه هكا كما كتشوفوا بحال هكا، انت كتخلطي انت عينك ميزانك، هي كتشرب دغيا. صافي هنا من بعد ما غادي تبرد ديك شويه ديك السميده، بين ما نقد ندخل فيها يديا بحال هكا، غادي نطلقها بحال هكا نحلها بحال هكا، وغادي نجيب السكر، سكر كلاصي كما بحال هكا كما كتشوفوا.
وغادي نرش، وكتبقى الحلاوه على حسب الذوق. يعني اللي كيبغي حلاوه كتر، انا كما كتعرفوا ما كنبغيش حلاوه بزاف، يعني كندير غير شويه، حيت الحلاوه بزاف سبحان الله ما كتخليش المذاق ديال الحاجه. يعني اي حاجه كثرتي لها السكر ما كتبقاش عندها المذاق، كتلف لك ديك الحلاوه، كتلف لك المذاق ديال الحاجه. صافي دابا هنا نخلط مزيان، وغادي نجيب المول فين غادي نقدمها. يعني بالنسبه بغيتو تخليوها غير بحال هكاك وتزينوها وتحطوها، بغيتو ديروا هذا المول هذا، بغيتو ديروا المول دائري، المول مستطيل، المول على شكل قليم، يعني اللي متوفر عندكم في الدار بالطريقه اللي بغيتو. انا درت هذا المول هذا المضلع بحال هكا، يعني حتى هو جا زوين كما شفتوا معايا في بدايه الفيديو، وكتجي سهله. يعني هاد السميده هذه، هاد السفه هذه ما تخوفيش منها، مشي تقولي السميده غتلصق لي، غتعجل لي، ولا ما غاديش تصدق. بالعكس، غير جربيها ان شاء الله هتنجح معاك 100% وغادي تعجبك. كما قلت لكم كنحضروا بحال هكا، يعني كنرافقوها الاطباق، كانت عندنا مناسبه، كانت عندنا عراضه، ولا كنديروها بحال هكا غير هكا بوحديتها، كنحطوها هكا يعني بحال هكا نقدموها هكا للعشاء ولا مرافقه للاطباق. كل واحد كيبقى عنده اختيار فوقاش كيتشهاها وفوقاش بغى ياكلها وصافي. انا بصراحه الله انا من كتعجبني السفه كامله، يعني سواء السفه ديال الروز ولا ديال الشعريه ولا هذه ديال السميده، تعجبوني بزاف هاد السفات بحال هكا. انا منين كندير السميده راه كنشدو كنبرك شويه في المول بحال هكا، باش تجيني وحده مع اختها، ماشي واحد الجهه نبرك عليها واحد الجهه ما نبركش عليها. فاش غنقلب المول غتجيني ديك الساعات، اما تقدر تريب ليا سميده، واما مهم غتعطيش داك الشكل مزيون. هنا خديت الطبسيل فين غادي نقدمها وغادي نقلبها، يعني ساهله ما تخافوا ما حتى شي حاجه. انا خليتها قبالتكم هكا، يعني ما قطعتش هاد اللقطه هذه، خليتها هي هذيك باش تشوفوا ساهل، والمول ما مدهون حتى بشي حاجه. يعني غتنجح معاك 100%، غير جربيها ان شاء الله. هنا دزنا طريقه التزيين كما كتشوفوا معايا. بالنسبه لطريقه التزيين يعني كيبقى لكم اختيار، زينوا بالطريقه اللي بغيتو، تفننوا باللي بغيتو وباللي متوفر عندكم في الدار. انا كفكره حطيت هكا، وانتم حطوا باللي متوفر عندكم في الدار وباللي بغيتو. وهنا تنبغي نقول للناس اللي اول مره شافوا هذا الفيديو، اول مره تيشوفوا القناه ديالي، مرحبا بكم مرحبا بكم في قناتي. نتمنى الا عجبكم المحتوى ديالي تدعموني وتشجعوني، علاش لا تخليوا لي لايك، ديروا لي اشتراك في القناه الا كنتم مشتركينش، وتخليوا لي شي تعليق زويون، هذا فضلا وليس امرا. صافي كنكمل كما شفتوا بحال هكا، وغادي كما غتشوفوا معايا الطبق النهائي ان شاء الله. يعني تجي سفه تستحق التجربه، وتتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا في لي كومونطير. وانا متاكده الا جربتوها غادي تنجح معك من اول تجربه، واخا تكوني ما عمرك صوبتي السفه ولا مبتدئه ولا شي حاجه بحال هكا، راه ان شاء الله يتبعي المقادير والطريقه اللي عطيت من بدايه الفيديو حتى النهايه، حتى لهاد المرحله هذه كما شفتوا. يعني ما فيهاش شي مراحل بزاف ولا تعقيدات ولا كثره المقادير ولا شي حاجه بحال هكا، يعني سهله، غير سميده وزويته وحليب وزبيب وصافي. وبالنسبه للتزيين تيبقى اختياري، يعني كما قلت لكم سفه تستحق التجربه، وتتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا في لي كومونطير، علاش لا. هنا خديت واحد شويه ديال القرفه بحال هكا ودرتها في الصفايه بحال هكا، تنحاول نحرك يدي غير بشويه بحال هكا. بغيتو تقدموا القرفه وسكر كلاصي في الطباسل تبقى اختيار، يعني كتحطوها في الطبيصلات بحال هكاك. وهذا هو الشكل النهائي ديال السفه ديالنا اللي حضرته معايا كما شفتوا. يعني سفه سهله جدا، سهله جدا، يعني ما عندكيش فيها كثره المقادير ولا كثره المراحل اللي غادي تلفي فيها. يعني صوبيها وجربيها ان شاء الله غتنجح معك 100%. يعني سفه تستحق التجربه. وحتى لهنا تنكون وصلنا لنهايه الفيديو. تنبغي نقول لكم شكرا بزاف على ديك التعليق الزوينين ديالكم، شكرا بزاف على اللايك ديالكم ولا لا خدتكم عليا. وحتى لهنا تنكون وصلنا لنهايه الفيديو. نتلاقى ان شاء الله في وصفه جديده وفيديو جديد. دمتم في رعايه الله وحفظه، الى اللقاء.